بسم الله الرحمن الرحيم، اخواني واحبائي اعضاء منتديات اف اكس ارابيا. احب ارحب بيكم في تحليل اسبوع جديد. وان شاء الله يكون رمضان كريم وسعيد علينا كلنا، ورمضان شهر خير وشهر بركات. ان شاء الله يكون التحليل موفق. هذا الاسبوع طبعا احنا هنحلل العملات اللي احنا دايما بنحللها كل اسبوع علشان تساعدنا في خلال هذا الأسبوع في تحديد نقط اتجاه قوية للأسعار. طبعا الأسبوع الماضي كان هرج ومرج كبير في السوق على كل العملات، على كل المستويات. كان في صعوبة جدا في تحديد دخول جيد أو أهداف جيدة. زي ما احنا شايفين هنا، يعني شمعة هابطة تيجي بعديها صعدة تبلعها، تيجي بعديها هابطة تبلعها، تيجي اللي بعديها صعدة تاكلها. كان في تخبط كتير جدا في السوق الفترة اللي فاتت، ده طبعا بسبب مشكلة أمريكا وبسبب مشكلة الديون السيادية لأمريكا اللي كان في تصويت ليها في مجلس الشيوخ والكونجرس، واللي أقروا في الآخر بزيادة الديون السيادية. ثم بعد كده استمر التخبط لما ستاندرد اند بورد، ودي هيئة تصنيفية ائتمانية كبرى، خفضت تصنيف في أمريكا نقطة، وبعد كده قامت جاية تراجعت عن الخفض ورجعت تاني التصنيف مرة تانية. وده يشير إلى المزيد من التخبط في القرارات حسب قرارات السوق المالية. نفس الوضع اليورو، في بعض يعني التخبط وبعض المشاكل الأوروبية الواضحة في اسبانيا وفي ايطاليا وايرلندا والبرتغال. طبعا الوقت الحالي موجود في اسبانيا، ومظاهرات بسبب طبعا المعيشة والعدالة الاجتماعية. هنبدأ ده يعني كتحليل أساسي سريع. حتى الآن اليورو يسير في زي ما احنا شايفين علم صاعد. ادي الراية بتاعت العلم، ادي اهو فوق وتحت، وادي السارية بتاعت العلم، وبيسير في علم صاعد، والعلم زي ما احنا عارفين نموذج استمراري، يعني نتوقع المزيد من الصعود. لكن الزوج الذي يسير في قناة هابطة. الاسبوع اللي فات زي ما احنا شايفين كان في تخبط شديد جدا، يعني ما تحركناش كتير، اللي طلعوا نزلوا واللي نزلوا طلعوا. وقبل اغلاق قبل اغلاق السوق ومع خفض التصنيف الائتماني لأمريكا، ارتفع الزوج زي ما احنا شايفين حوالي 80 نقطة، وقدر ان هو يقفل عند الترند الهابط او ضلع القناة العلوي زي ما احنا شايفين اهو. اغلاق الديلي الماضي يوم الجمعة كان بشمعة الحرامي، ودي شمعة تعني الصعود. اما بالنسبة للاغلاق الاسبوعي فكان شمعة هابطة، وبرضو ارتدت مرة اخرى من الموفينج 200 اللي يعتبر ده مستويات عنيفة جدا. السعر رد منها اكتر من مرة، شايفين هنا رد هنا مرة، وادي التانية وادي التالتة وادي الرابعة، ورد منها مرة خامسة. عمل مستويات دعم قوية جدا هنراقبها هذا الاسبوع. على فريم الديلي زي ما احنا شايفين ان السعر قفل بالظبط عند ترند هابط سابق. لو احنا شلنا ده هيبان عندنا، ادي هنا ارتكاز 2 3. يعني ده ممكن يكون برضو احد الارتكازات اللي احنا ممكن نعتمد عليها. ان السعر قفل عند الضلع العلوي للعلم، وحتى الان لازال الحركة غير واضحة بشكل كبير. الاتجاه العام لازال صاعد، ولكن طبعا بدأنا ان احنا نميل الى اتجاه عام متذبذب اقرب الى الهبوط. الان دلوقتي زي ما احنا شايفين، احنا بقالنا من شهر ابريل لحتى شهر اغسطس بدأنا نسير في اتجاه جانبي اقرب الى الهبوط. اذا مستوياتنا هتكون كسر هذه المستويات، كسر الموفينج 100 مع الكسر الترند اللي احنا شايفينه ده. لو قدر ان هو يقفل فوقهم يبقى احنا نتأكد لنا اننا سيكون امامنا المزيد من الصعود لليورو دولار. لو ما قدرش يقفل فوقهم فاحنا سيكون امامنا هبوط لليورو دولار حتى مستويات متدنية، اللي هي عند الموفينج 200 اللي بيرد منه دايما، بالاضافة الى الترند الصاعد الكبير
اللي احنا شايفينه دلوقتي قدامنا على فريم الاسبوعي. اغلاق الويكلي اقرب الى الهبوط، لكن الترند العام الويكلي لازال في صعود. وزي ما قلنا هنا شايفين لو شفنا على فريم الاربع ساعات هنلاقي النقط دي نقط ارتدادية قوية جدا، اللي هي توافق موفنجين الموفنج 100 والموفنج 200 على فريم الاربع ساعات في نفس النقطة. والزوج قدر ان هو يقفل عندهم يوم الجمعة السابق. اذا هذه المستويات زي ما احنا شايفين ستؤكد لنا الاتجاه القادم. لو قدر ان هو يكسر الترند الصغير على الاربع ساعات والترند اللي هو ضلع العلم العلوي، وهيكون برضو قدر ان هو يقفل اغلاقات فوق الموفينج 100 والموفينج 200 الاربع ساعات. لو وصلنا لهذه المستويات يبقى احنا سنتجه للمزيد من الصعود. حتى الان السوق غير واضح ومذبذب، والاسبوع فعلا كان صعب على ناس كتير جدا. اغلاقات فوق هذه المستويات الشراء، ان لم يكن سنتابع هبوط اليورو دولار حتى المستويات المتدنية دي. يمكننا الشراء من الترند العام الصاعد او من الموفينج 200 الديلي. هنشوف عملة اخرى وهي الباوند. زي ما احنا شايفين برضو نفس العامل اليورو عامل الباوند، وان كان يعني اصعب. كل شمعة صاعدة بعديها شمعة هابطة، كل شمعة صاعدة بعديها شمعة هابطة. الباوند على فريم الويكلي قفل دوجي. طبعا هذا لا يعني انه حتى الان مش قادر ان هو ياخد اتجاه واضح وصريح. لو كان هو قادر ان هو ادي القناة اللي ماشي فيها الباوند، وقدر دي يعتبر اغلاقات شمعة هامر، عفوا شمعة هانجينج مان اللي هو الراجل المشنوق. لو شفنا شمعة هابطة يوم الاثنين هيبقى امامنا يبقى ده اعادة اختبار صحيحة للترند المكسور او القناة المكسورة، وهنشوف بعض الهبوط مرة اخرى. لكن حتى الان برضو لازال الحركة غير واضحة. سانتظر اغلاق فوق داخل القناة مرة اخرى علشان ادخل شراء مرة اخرى مع الترند الصاعد. حتى الان الحركة برضو زي ما احنا شايفين غير واضحة، اغلاقات ويكلي غير واضحة. هنتابع اغلاق الديلي بتاع بكرة، اتوقع ان هو سيصعد مرة اخرى لاعادة الاختبار هنا، ومن هنا من عند مستويات 1.6500 هنراقب حركة الزوج ونشوف هل هو هيكمل المزيد من الصعود ولا هيبدأ ولا هيعمل اعادة اختبار المرة الثالثة ويبدأ في الهبوط مرة أخرى. فنيا لازلت أميل إلى الصعود بسبب إغلاق الشهر الماضي اللي كان تسريعي صاعد. إذا أنا أميل إن الباوند هيطلع فوق مستويات 1.65 ويكمل في المزيد من الصعود. هنشوف عملة أخرى وهي الدولار فرانك. طبعا زي ما احنا عارفين دولار فرانك اتجاهه العام يعني زي ما احنا شايفين هابط ويعني بكل قوة، على الرغم من هبوط اليورو هذا الاسبوع، الا ان برضه دولار فرانك مرضيش ان هو يطلع، وبرضه استمر في المزيد من الهبوط. تحليلي انا الشخصي ان برضه لازال امامنا المزيد من الهبوط للدولار فرانك. دولار فرانك قدر ان هو يكسر القناه اللي احنا شايفينها اللي احنا كنا راسمينها من اسبوع الماضي، قدر ان هو يكسر القناه وكمان اعاد اختبارها بمهارة شديدة ثم هبط مرة اخرى. اعتقد ان البيع سيكون من هذه المستويات اللي هي 4 سبعات. لو وصلنا ل4 سبعات هتبقى مستويات جيدة جدا للبيع، حيث سيكون اعادة اختبار للقناة المكسورة وبأهداف برضو يعني كبيرة نسبيا. اعتقد اننا هيكون امامنا المزيد من الهبوط للدولار فرانك، حيث اننا نسير في اتجاه عام هابط قوي جدا. اي تفكير في الشراء هيكون غلط في الوقت الحالي. مش هينفع غير ان احنا لازم نستنى اغلاقات اسبوعي انعكاسية واغلاق مرة اخرى داخل القناة الصاعدة علشان نقدر نحكم ونتكلم في صعود للدولار فرانك. اذا البيع من هذه المستويات او البيع من كسر له الاسبوع الماضي للمزيد من الهبوط لدولار فرانك كما هو متوقع. بالنسبة للنيوزيلندي شايفين هنا كان يسير في قناة صاعدة
لكن كسرها وهبط بقوة. وشايفين ان هو هنا ارتد من الترند الصاعد على الديلي. لو حطينا الموفينج افريج بتوعنا اللي احنا اتعودنا عليهم، هنشوف ايه هي المستويات اللي ممكن النيوزيلندي اللي هو الكيوي ممكن يقابلها. انا شايفين ادي فريم الاربع ساعات بدأ يكون في ارتداد من بفعل الموفينج 200 الاربع ساعات. على فريم الديلي لسه المستويات بعيدة شوية، وعلى فريم الويكلي طبعا برضو المستويات بعيدة شوية. لكن اغلاق الويكلي الاسبوع الماضي يعني سلبي جدا، وقد يشير الى بعض الهبوط او المزيد من الهبوط للنيوزيلندي دولار. بقاء النيوزيلندي فوق الترند، فوق مستويات 83، فوق مستويات 83، اذا سيكون للشراء مرة اخرى والصعود مرة اخرى. لكن كسر هذه المستويات سنذهب الى تباعا الى الموفينجات الموضحة امامنا على الشكل هنا. الترند العام طبعا صاعد وبقوة شديدة. قد يكون القمة تكونت هنا بسبب الإغلاق العنيف للنيوزيلندي خلال هذا الأسبوع، لكن احنا عارفين ان الإغلاق العنيف ده كان بسبب أخبار قد لا نعتبره كثيرا. زي ما حصل هنا إغلاق عنيف، برضو حصل هبوط بسيط ولكن استمر السعر في الصعود مرة أخرى. الاتجاه العام الصاعد هو أقوى بكثير من شمعة واحدة ظهرت خلال هذا الأسبوع. إذا نميل إلى الشراء شرط البقاء فوق مستويات الترند اللي احنا وضحناها عند مستويات 8300. بالنسبة للأسترالي أيضا، الأسترالي يعني يمكن نفس الشكل تماما، نفس النيوزيلندي، إغلاق هابط عنيف، لكن برضو عندنا الترند هنا. والأسترالي يعني على فريم الويكلي ما قفلش تحت الترند، وعلى فريم الديلي يعتبر قفل تحت الترند، لكن هننتظر إغلاق يوم آخر. لو حصل إغلاق يوم آخر هابط، إذا الأسترالي سيكون أمام المزيد من الهبوط. أعتقد أننا قد نصل إلى مستويات 1.03 عند مستويات الموفينج 100 ديلي، ثم نرتد مرة أخرى بالأسترالي إلى المزيد من الصعود. الاتجاه العام صاعد. شمعة الشهر الماضي صاعدة، حتى الآن لا يمكن اعتبار هذه الشمعة هابطة، لأن الشهر لسه احنا ده أول أسبوع بس في الشهر، ولا يزال أمامنا المزيد من الوقت. الشراء طالما احنا فوق مستويات 1.5 1.05 ده للشراء. إغلاق هابط يوم الاثنين سيدفعنا إلى هذا المستوى أولا 1.03، ثم المزيد من الهبوط مرة أخرى. أعتقد أننا يعني احتمال نزور الموفينج 200 أو الموفينج 100، واحد فيهم هنزوره الأول. لو نزلنا لل200 هنشتري بهدف ال100، لو طلعنا لل100 يبقى احنا لازلنا في المزيد من الشراء. الترند العام زي ما قلنا هو الشراء. بالنسبة للسلع بتاعتنا، شايفين الذهب إغلاق قوي للذهب، يمكن الوحيد اللي أغلق بقوة الاسبوع الماضي. اغلاق صاعد، وقدر ان هو يكسر الشانل بتاعته اللي هو ماشي فيها. لو رسمنا الشانل بالشكل كده هيكون شفنا ان في ارتداد من ضلع القناة العلوي للشانل. اعتقد ان احنا سنذهب الى ملامسته مرة اخرى، الذهب الى المزيد من الصعود. الاغلاقات الصاعدة دي تعني المزيد من الصعود. الترند العام صاعد، القناة صاعدة. اي هبوط للذهب هو فرصة جيدة برضو للمزيد من الشراء. سنراقب صعود الذهب، ولو حصل اي هبوط فنحن سننتظر شراء الذهب من مستويات يعني افضل نسبيا. بالنسبة للفضة، يمكن تضررت كثيرا الفضة خلال هذا الاسبوع بعد ما شفنا شموع 4 ساعات زي ما احنا شايفين قوية جدا، وكان يجب طبعا يكون في هبوط بعديها. لكن اهو زي ما احنا شايفين الفضة امامها ترند صاعد، وهي لا زالت في ترند صاعد. يمكن ادي اول ارتكاز ممكن الفضة ترتكز عليه، وادي تاني ارتكاز ممكن الفضة ترتكز عليه. اعتقد اننا لازلنا في ترند عام صاعد، واي اغلاقات واي هبوط للفضة سيكون دافعا للمزيد من الصعود.
عفوا هنقابل المستويات دي اولا 37 50، لو كسرناها فهنروح لمستويات 35، بحيث يكون ده الارتكاز النهائي للفضة والمزيد من الصعود. إغلاقات الديلي تؤكد أننا سنذهب إلى هذه المستويات المتدنية أولا، ثم بعد ذلك نراقب إغلاقات الفضة بعد كده. الأسبوعي هابط، والأسبوعي يشجع للهبوط، لكن لازلنا في ترند عام هابط عفوا صاعد. سنراقب الارتكاز على هذه المستويات، وبعد كده نقدر نحدد دخولنا الفضة سيكون للشراء، او طبعا لو كسر هنا هيبقى للبيع. بكده نكون انهينا تحليلنا خلال هذا الاسبوع. الاسبوع غامض، الاسبوع اللي فات كان غامض، الاغلاقات صعبة شوية. هنتابع ان شاء الله خلال هذا الاسبوع، وان شاء الله هنتابع مع بعض الويبينار بتاعنا في الدرس بتاعنا بكرة ان شاء الله. احب اشكركم على حسن استماعكم، وان شاء الله يكون تحليل موفق خلال هذا الاسبوع. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.